السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم يا أحلى متابعين؟ رجعت لكم بفيديو جدا جميل وسهل وشيق، طلبته من عندي من قبل واحدة من المتابعات، ألا وهو مكبوس الربيان. بس هني على حسب الطلب يبونه مكبوس ربيان هميج، والهميج اللي هو شوي لين، وانا علمتكم اذا تبون نثري شنو تسوون، وراح اذكر ذي المعلومة واحنا نسوي المكبوس. طبعا هني نفس ما علمتكم لازم اراويكم اياه من جريب. عصرنا عليه الليمون، طبعا هو ما يبي له ولا اي شيء، وهني الليمون الاسود شوفوا متروس سوس، وناخذ كذي المكبوس اللذيذ. شامين الريحة والدخنة، ما شاء الله كان مكبوس على أصوله. شوفوا ما شاء الله قوام العيش ولون الربيان. يلا مع بعض أعلمكم شلون سويت هالمكبوس اللذيذ. بسم الله الرحمن الرحيم. راح أبدأ أول شيء بجدر على النار بدون زيت، راح أحط فيه حبتين بصل قطعتهم مكعبات، وهني راح أقلب البصل لين ينشف مايه. شوفوا معاي هني تقريبا نشف ماي البصل وعطاني القاع ذي اللون اللي احنا نبيه. الحين بنزل عليه شوية ماي وبقالب البصل، أبي كل هاللون اللي تحت المتكرمل كله يطلع في البصل، وبخلي بعد شوي عشان ينشف مايه ويتكرمل. وهني عندي ربيان كيلو تقريبا، غسلته زين ما زين وشلت الظهر. غسلته بشنو؟ غسلته بماي وملح شوية ليمون وشوية خل. في واحدة من قبل سألتني ان دايما الربيان عندها في ريحة زفرة. الربيان لازم تشترينه من مكان صح، ولازم تغسلينه صح. إذا كان في ريحة أنا بقول لك شو تسوين، تفوحينه فوحة بسيطة، تستخدمين جدر تحطين فيه الربيان مالك، تحطين عليه شوية كركم، تفوحينه مجرد 5 دقايق بس، وتكتين مايه، وبعدين تشتغلين فيه. تبين تسوينه في قاعته مكبوس. هني عندي البهارات اللي راح أحطها على الربيان عبارة عن كركم وبابريكا وفلفل أسود فقط. وهني نلبس الجلوفز مالنا لأن الكركم يصبغ في اليد، وتفركون الربيان زين ما زين، تخلون هالبهارات تتغلغل في كل ربيانة. ونفس ما علمتكم الحركة ذي لازم تسوونها في مشخالة، لأن أي سوائل أي زفرة أي بهارات زايدة تنزل تحت في الصحن. لا تسوون ذي الحركة في ملة، لأن الملة راح تحتفظ بالسوائل اللي راح تنزل من الربيان أو الدياي. شوفوا معاي هني لون الربيان، وبخليه على جنب. ونرجع هني حق البصل مالنا، بعد نحط عليه ماي وراح أقلبه عشان كل هاللون اللي لصق في الجدر من تحت يطلع في البصل. وطبعا ذي العملية راح تكررونها 3 ل4 مرات. هني الحين راح أحط زيت وقفشة سمنة، وراح أحمس البصل زين ما زين، أبي البصل يتغير لونه. شوفوا هني معاي البصل تقريبا عقب 5 دقايق تغير لونه، هذا اللون اللي أنا أبيه. بسوي مكان هني حق الربيان. قبل ما نزل الربيان لازم تكون النار جدا عالية، نقول بسم الله الرحمن الرحيم وننزل الربيان. وطبعا هني في نقطة جدا مهمة، من تنزلون الربيان أول شي النار تكون عالية، ثاني شي ما تقلبونه، بس مجرد تسوونه بهالطريقة عشان الحرارة تتوزع على كل الربيانات. ما نبي الربيان ينزل أي سائل فيه، وبخليه 7 دقايق. هني رجعت له عقب 7 دقايق. الحين بحاول أقالبه كذي. شوفوا عندي الربيان ما نزل أي سائل فيه، هذا دليل أن طبختكم ناجحة، ويكون الربيان لذيذ وجوسي ومحتفظ بقوامه. الحين نفس الشيء بعادل كذي الربيان، وبخليه على الجهة الثانية 5 دقايق. هني رجعت له عقب 5 دقايق تقريبا، انصك معاي الربيان وانحمز زين ما زين، وشوفوا لونه شلون، هذه هو اللون المطلوب. الحين عندي هني طماطة كبيرة قطعتها مكعبات، وفلفل أخضر بارد وحار.
أي مكون جديد تحطونه تقعدون تحمسون كذي 3-4 دقايق. الحين عندي هني ثوم وزنجبيل، وهني شوي قصصت فلفل أخضر حار اختياري حق اللي يبي. وطبعا من أحط الثوم أحمسه زين ما زين مع الربيان عشان تطلع لي ريحة الثوم. الحين راح أخليه 3 دقايق بعد. هني دور البهارات الحب، عندي لومي أسود غسلته زين ما زين، حطيت 3 حبات وعود 1 دارسين، وعندي حبات قرنفل وهيل. لازم البهارات الحب تنغسل، لأن لين غسلتوها راح تشوفون بلاوي تطلع منها، فلا تجون وتحطونها على طبخكم، غسلوها لأن بعضها يصير فيها تراب أو حصى صغار. ومن أحط البهارات الحب اللي قلت لكم عنها نقالب كذي بعد 2-3 دقائق، وراح أغطي على جدري وبخليه 5 دقايق. وهني رجعت لعقب 5 دقايق، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله الريحة تينن. حمسوا عدل عشان تحصلون نكهة لذيذة حق أكلكم. شوفوا الربيان ما شاء الله. الحين دور البهارات، راح أحط أبزار لومي أسود مطحون وكزبرة وكمون، ما راح أحط أي شيء ثاني. لا تنسون إن إحنا متبلين الربيان، تبلنا بالكركم والبابريكا وفلفل الأسود. الحين بقالب الربيان مع البهارات المطحونة اللي حطيناها، وطبعا ما ننسى الملح. في هالمرحلة نملح الربيان، وبرجع قلبه لين تطلع ريحة البهارات. وهني راح أغطيه وبعد بخليه 2 دقيقة تقريبا. هني طبعا كنت مقصصة كزبرة اللي هي الحشيش والشبنت، لكن الكاميرا كانت مبندة سقط سهوا، ما كنت أدري إن هي مبندة، بس أنا راح أقول لكم حطيت تقريبا صرة كزبرة وصرة شبنت مغسولين زين ما زين ومقطعين، حطيتهم كذي على الربيان وحمستهم زين ما زين. الحين أمرق على الربيان، عندنا ماي دافي نحطه على الربيان، ونفس ما علمتكم المروق على حسب قوام العيش اللي تبونه. وعقب ما أحط الماي بقلب كل المكونات، أبيها تطبخ زين ما زين قبل ما كت العيش، وبغطي عليها وبرجع لها عقب 5 دقايق. هني طبعا عقب 5 دقايق طبخ عندي المروق، شوفوا ما شاء الله لدخنه، نعطيه تقليبه شوي. وهني طبعا لازم تذوقون المروق، والمروق لازم يكون شوي مالح. ليش؟ لأن العيش بعد يبي ملح. هني ذقته ما شاء الله مضبوط ولذيذ، والبهارات متوازنة. عندي هني عيش مغسول ومنقوع نص ساعة، راح أكته على المروق، وبقالب العيش كذي في المروق وبخليه تقريبا 7 دقايق. أبي العيش يشفط كل هالمروق، راح أراويكم شلون شكله راح يكون. هني طبعا شكله عقب 7 دقايق. طبعا الحركة المعتادة إنه ناخذ القفشة ومن الزوايا أو جوانب العيش أقعد أدخل السائل من داخل عشان يتوزع كل السائل على العيش. الحين بقصر عليه وبخليه نص ساعة على نار هادية. وما شاء الله مرت النص ساعة، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نبطل على مكبوسنا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحين بشيل اللومي الأسود من على الوجه عشان أحطه بعدين في الصحن من فوق، ويكون محتفظ بالصوص من داخل. شوفوا ما شاء الله قوام العيش. وهني جبت الصحن اللي راح أنشب فيه، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين قوام المكبوس؟ طبعا ذي المكبوس لا يبي له أشار ولا يبي له دقوس، سوسة منه وفيه. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، ريحته تينن وطعمه كان لذيذ. ننشب معاكم نراويكم كل خطوات الشغل. ما بي وحدة تقول ما عارفة أطبخ، طبعا طبخاتي للمبتدئات. مجرد تتابعين الفيديو من البداية للنهاية راح تتعلمين شلون الطبخين بفن. طبعا صحن حار. ايش رايكم في المكبوس؟ وهني ناخذ الليمون الأسود، وخذنا شوي لقمة من العيش نذوقها.
طبعا الطباخ لازم يذوق كل شيء. هنا أقول لكم الطعم عجيب. وبكذي وصلت معاكم لنهاية الفيديو. سويت معاكم مكبوس الربيان البحريني اللذيذ، تاكلونه مع البصل، مع الليمون، مع الأشار، مع الدقوس البحريني. عليكم ب60 ألف عافية الطريقة. الحين وصلت معاكم لنهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل شي جديد أنا نزله في القناة. حين أقدر أقول لكم مع السلامة وفي حفظ الرحمن.